السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايبين حاجة حلوة جميلة، وده بقى لزوم الشتاء والجو الساقع، عايز حلويات وعايز حاجات. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنعمل الشربات عشان نعمله يلحق يبرد قبل ما نعمل الكيكة. الكوباية اللي هنعير بيها السكر والمية هي اللي هنعير بيها الكيك. كوباية سكر قدامها كوباية مية، ونعلقهم على النار، واول ما يغلي هنديله نص عصرة ليمونة. تمام، وهنحط معلقة سمنة بلدي، وياخد غلوتين قد 5 دقايق ونطفي عليه ونسيبه يبرد. ومعلقة السمنة مهمة عشان الوش بتاع الرواني وبيديله طعم كويس جدا. معايا 4 بيضات، معايا كوباية سميد اللي هي السمولينا، ومعايا نص كوباية جوز هند تكون ناعم، معايا كوبايتين زبادي وكوباية دقيق ونص كوباية سكر ونص كوباية زيت، ومعايا البيكنج باودر والفانيليا. اول حاجه هناخد كوبايه الدقيق، هنحط المواد الجافه على بعض. كوبايه الدقيق، ودي نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها السكر والميه، وادي نص كوبايه جوز هند، وهنحط كوبايه الدقيق السمولينا، يبقى كوبايه دقيق لكوبايه دقيق سمولينا، لكن نص كوبايه جوز هند، ودي باكو بيكنج باودر. نقلب المواد الجافه على بعض ونركنها على جنب. هاخد بقى في البولة ونضرب المواد السائلة. ناخد البيض والفانيليا، هنعيد تاني المقادير. 4 بيضات، هعيد معاكم المقادير واحنا بنضربها. 4 بيضات وعليهم باكوين فانيليا علشان زفارة البيض، ونضربهم كويس جدا لما احس ان البيض ابتدى لونه يفتح ويعمل طبقة كريمي. زي ما انتوا شايفين لونه فتح كده. احط دلوقتي نص كوباية السكر، شايفين عاملة فوليوم ازاي؟ ده مهم جدا في الرواني. اضرب كده فيه كويس جدا. بعد كده انزل بالزيت وبالزبادي، برضو الزيت نص كوباية. هأكد الكوباية اللي بنعاير بيها هي اللي هنعاير بيها جميع المقادير. زي ما انتوا شايفين لونها فاتح وجميل، ودي عامل مهم جدا في الرواني. وادي نص كوباية الزيت. وبكده يكون الخليط جاهز معايا. طبعا انا مجهزه المواد الجافه على بعضها. انزل بده على الدقيق، انزل بالسائل ده على الدقيق، وطبعا في اتجاه واحد. اقلبه كويس جدا في اتجاه واحد لحد ما ده يختلط بدوت كويس جدا، في اتجاه واحد وبالراحه خالص. وده القوام بتاعها بيبقى بالشكل دوت. طبعا انا كنت دهنه الصينيه اللي هحط فيها كويس، وانزل بالخليط فيها، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. لازم الفرن طبعا زي اي كيك يكون سخن قبلها. دخلتها الفرن، وده شكلها لما طلع. طبعا زي ما انتوا شايفين هي ما بتبقاش نافشه قوي، ما بتبقاش عاليه قوي. او ما بتنزلي عليها بالشربات بتعلى بقى كده وبتنفش وبتبقى جميله جدا. طبعا الشربات لما برد، ده السمنه علشان بردت في التلاجة عملت طبقه كده، لكن لما بتنزل فوق الرواني خلاص بتسيح وعادي خالص. والشربات لما برد حطيت له ورقه فانيليا برضو. دلوقتي السمنه دي مش هيبقى لها اي اثر خالص مع سخونيه الرواني، طبعا بتبقى ما لهاش اثر نهائي، بتسيح وما بيبقاش لها اثر. بس بتدي الرواني طعم، وبتدي وشها لمعه حلوه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا رواني مشهوره ان احنا بنرش فوق الوش فوق جوز هند، او ممكن مكسرات مجروشه. هي ما بتاخدش اكتر من كده.
طبعا الرواني من الكيكات الحلوة جدا، خليط بين البسبوسة كده والكيكة، هي أطعم من الكيكة وأخف من البسبوسة وحاجة جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو بتشوفونا لأول مرة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.